كانت فاصلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة من توقيف شبكة إجرامية مكونة من 8 أشخاص من بينهم امرأة وأجنبيين متورطين في قضية قتل شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريريج بطريقة بشعة. وقد جاءت العملية إثر شكوى واردة إلى مصالح الدرك الوطني مفادها اختفاء شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريريج. وذكر بيان الدرك الوطني أن العملية جاءت إثر شكوى واردة مفادها اختفاء شخصين مؤكدين أن الشخصين كان بصدد شراء عملة صعبة من ولاية برج بوعريريج. وأشار ذات البيان إلى أن المحققين تمكنوا من الوصول إلى الوسيط الرئيسي والوسطاء الثانويين ومعرفة مكان قتل الضحيتين بعد التنسيق مع الجهات القضائية. وفور استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم أفراد الشبكة أمام محكمة الشراقة. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة من فك لغز جريمة قتل بشعة في ظرف وجيز لا يتعدى 48 ساعة، وتفكيك عصابة إجرامية خطيرة عابرة للحدود تنشط في مجال النصب والاحتيال عن طريق نشاط غير قانوني لصرف العملات وتحويلات مالية من العملة الصعبة الأورو والدولار الأمريكي. القضية جاءت إثر شكوى عن اختفاء شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريريج من أجل إجراء صفقة شراء العملة الصعبة من شخص ينحدر من ولاية الجزائر، وهذا باستعمال أسماء مستعارة وشخصيات وهمية من خلال نشر أخبار وفبركة فيديوهات مغلوطة تتضمن عرض سعر الصرف المغري للعملة الصعبة. بعد تفتيش المنزل عثر على الضحية الأولى جثة هامدة ملفوفة بأكياس بلاستيكية معدة لنقلها مع طمس الآثار وإخفاء الدلائل، لتستمر عملية البحث عن الجنات، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول الرئيسي الذي اعترف بوجود الضحية الثاني على مستوى أحد الغابات بولاية بومرداس، وهذا بعد قتله والتنكيل بجثته ووضعه داخل كيس بلاستيكي ورميه وسط الأحراش. فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني الرئيسي بأحد مراكز العبور محاولا مغادرة التراب الوطني الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه. العملية مكنت من توقيف 8 أشخاص من بينهم امرأة وأجنبيين تتراوح أعمارهم بين 29 إلى 62 سنة، واسترجاع مبلغ مالي معتبر من مختلف العملات. المعنيين اعترفوا للمحققين بأنهم كانوا بصدد التحضير لارتكاب جرائم مماثلة لو لم يتم توقيفهم.